السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم عشاق نادي الاتحاد في كل مكان. نتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد يخص العميد. والآن نترككم مع الأخبار. رومارينيو يقترب من وجهة مفاجئة بعد مغادرة نادي الاتحاد. وليد الشهري يكشف مفاجآت حول ترشحه لرئاسة الاتحاد ومفاوضات مانشيني. تطورات إصابة ثنائي الاتحاد، سبب غياب المعيوف عن ميران الاتحاد. بنزيما يدعم فينيسيوس قبل موقعة بايرن ميونخ. كالديرون يكشف عن أفضل من لعب تحت قيادته في الاتحاد. الكشف عن موقف بنزيما من مباريات الاتحاد الأخيرة بالدوري. يقترب البرازيلي رومارينيو دا سيلفا مهاجم نادي الاتحاد من وجهة مفاجئة في الدوري السعودي بعد رحيله عن صفوف العميد في نهاية الموسم الجاري. وينتهي عقد رومارينيو صاحب 34 عاما مع نادي الاتحاد هذا الصيف، ومن المؤكد رحيل اللاعب بعد قضائه 6 سنوات مرتديا قميص العميد في تجربة مميزة حقق خلالها لقب الدوري السعودي وكأس السوبر في 2022-2023. وبحسب موقع سعودي 360 فإن رومارينيو دا سيلفا يعد هدفا لنادي القادسية الذي صعد بشكل رسمي للمشاركة في دوري روشن السعودي الموسم المقبل 2024-2025. ويسعى نادي القادسية للتعاقد مع رومارينيو دا سيلفا صاحب الخبرات الكبيرة من أجل دعم صفوف الفريق الكروي الأول استعدادا للعودة إلى دوري روشن السعودي. هذا ولقد كتب البرازيلي رومارينيو اسمه في تاريخ نادي الاتحاد بعدما حقق أرقاما قياسية، حيث شارك في 170 مباراة بالدوري السعودي وساهم بتسجيل 76 هدفا وصنع 24 تمريرة حاسمة. ولقد انضم رومارينيو إلى صفوف نادي الاتحاد في صيف 2018 قادما من الجزيرة الإماراتي، وخاض اللاعب حتى الآن 212 مباراة بقميص الفريق بكافة البطولات وسجل 95 هدفا وصنع 30 تمريرة حاسمة لزملائه. ويشهد الموسم الجاري تراجعا واضحا في مستوى رومارينيو، فقد شارك في 40 مباراة بكل البطولات وسجل اللاعب 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه. ومن جانب آخر تحدث وليد الشهري عن خطوة ترشحه لتولي رئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي الاتحاد بعد انتهاء مهمة أنمار الحائلي الرئيس الحالي في نهاية الموسم الجاري. وقال وليد الشهري خلال تصريحات لبرنامج في المنتصف المذاع على قناة الإخبارية: أرغب في خدمة الكرة السعودية ونادي الاتحاد، ويجب أن نواكب المرحلة في ظل الدعم من القيادة الرشيدة. وأشار وليد الشهري إلى أنه في حال اتخذ قراره النهائي بالترشح لرئاسة نادي الاتحاد فسوف يعمل على عودة الفريق لمنصات التتويج بالبطولات في أسرع وقت لإرضاء الجماهير الاتحادية. وتابع وليد الشهري قائلا: الإدارة الحديثة يجب أن تكون شمولية وعليها أن تنجح في جميع المجالات، وإدارتنا تتكون من أعضاء من جميع التخصصات ومواكبة للكثير من المجالات، ولدينا خطط نتطلع لتحقيقها. وأضاف المرشح المحتمل لرئاسة نادي الاتحاد: لا يهم من يترأس نادي الاتحاد وليد الشهري أم لؤي ناظر، فالمهم ماذا سنقدم للاتحاد في المرحلة القادمة. وأكمل وليد الشهري: سأجتمع مع شخصية من صندوق الاستثمارات لدراسة خطوة الترشح لرئاسة نادي الاتحاد. نملك علاقات قوية مع ملاك أندية ورؤساء أندية حول العالم، وهذا سيسهل المفاوضات وانتقال اللاعبين إلى الاتحاد في المرحلة القادمة. وواصل: كان من المفترض أن تبتعد إدارة نادي الاتحاد عن العاطفة في التعامل مع اللاعبين، وإدارة أنمار الحائلي لم تستغل الدعم الحكومي مثل ما فعل النادي الأهلي. ولفت الشهري في تصريحاته إلى أنه تواصل في وقت سابق مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني لتدريب نادي الاتحاد قبل توليه تدريب المنتخب السعودي. وفي سياق آخر واصل أحمد حجازي وعبد الرزاق حمد الله ثنائي نادي الاتحاد التدريبات التأهيلية تمهيدا للعودة للمران الجماعي للفريق في الأيام المقبلة. وغاب الثنائي عبد الرزاق حمد الله وأحمد حجازي عن التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الاتفاق مساء الجمعة المقبل في إطار منافسة الجولة 31 من دوري روشن السعودي. فيما واصل عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق الاتحاد غيابه عن التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي، ولم يتم الكشف عن سبب غياب الحارس الدولي عن المران الجماعي، لكن من المرجح تعرضه لإصابة وتواجده في العيادة الطبية بالنادي. وعلى صعيد منفصل أرسل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد رسالة دعم إلى زميله السابق
البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، وجاء ذلك قبل مباراة المارينجي وبايرن ميونخ المقرر لها أمس الأربعاء على ملعب سانتياغو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ونشر بنزيما صورة فينيسيوس جونيور على حسابه بشبكة انستغرام وكتب عليها هيا رقم 1. ويذكر أن بنزيما كان يرتبط بعلاقة قوية مع فينيسيوس أثناء مزاملته في هجوم ريال مدريد. هذا ولقد كشفت تقارير صحفية صباح أمس الأربعاء عن موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد من المشاركة مع العميد في المباريات القادمة من الدوري السعودي للمحترفين. وكان الاتحاد قد أعلن عن غياب بنزيما قبل أيام قليلة وسفره إلى إسبانيا من أجل تلقي العلاج تحت إشراف طبيب ريال مدريد بسبب تكرار إصابته العضلية. وبحسب صحيفة المدينة السعودية فإن بنزيما عاد لنادي الاتحاد بعدما أنهى رحلته العلاجية في مدريد. وأوضحت الصحيفة أن النجم الفرنسي خضع لفحوصات طبية في الاتحاد فور وصوله وتم التأكد من سلامته، وبالتالي أصبح جاهزا لخوض المباريات بصورة طبيعية. وأشارت الصحيفة أن قرار الاعتماد على بنزيما بصفة أساسية من عدمه سيعود إلى رغبة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ولكنه سيكون متاحا للمشاركة فيما تبقى من الموسم. ويستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق مساء الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين. وعلى صعيد منفصل كشف الأرجنتيني كالديرون مدرب نادي الاتحاد السابق عن رؤيته لأفضل من لعب تحت قيادته في العميد. هذا ولقد تولى كالديرون تدريب الاتحاد في الفترة من 2008 حتى 2010 قبل أن ينتقل لتدريب الهلال، وحقق مع الاتحاد وصافة دوري أبطال آسيا عام 2009 والدوري السعودي للمحترفين بنفس العام وكأس الملك عام 2010. وقال كالديرون في تصريحات عبر قناة SSC الرياضية أنه خلال فترة قيادته للعميد كان هناك الثنائي المغربي هشام بوشروان والتونسي آمين الشرميطي، وقدم كلاهما أداء مميزا. وتابع كالديرون: أداء هذا الثنائي كان متشابها، لكن أعتقد أن الفريق ككل كان هو النجم في ذلك الوقت بسبب جودته العالية. وأكد: لا يمكن أن أختار بين الشرميطي وبوشروان، فنحن نتحدث عن فريق قوي ومتماسك وهذا ما كان يميزه.